السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم سلطة الحاتي اللي بتتقدم في المطاعم جنب المشويات، واللي اكيد كلنا بنحبها وبنعشقها. انا ان شاء الله النهاردة هقول لكم على السر فيها، وازاي تطلعوها بالظبط زي بتاعة الحاتي بالظبط، ما تفرقش عنها في حاجة، وهتطلع احلى واطعم منها كمان. ممكن تقدموها جنب اي صنف مشويات او جنب طواجن او جنب حواوشي. انا عملتها وقدمتها جنب كل الوصفات ديت، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. للي عايز يشوف اي وصفة من دول هسيب اللينك بتاعها في صندوق الوصف، تقدروا ترجعوا لصندوق الوصف وتشوفوها. وهقول لكم كمان على السر في مية السلطة بتاعتها. بس نسمي ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض نشوف وصفتنا عملناها ازاي. انا كنت مجهزة معايا الخضار بتاعي ومنضفاه كويس ومغسول كويس جدا. انا معايا 4 حبات من الطماطم حجم متوسط، ومعايا زيهم 4 حبات من الخيار برضو حجم متوسط، ومعايا حبتين من البصل الاحمر، ولازم أن يكون البصل معانا احمر، ما ينفعش يكون بصل ابيض. ومعايا قرنين فلفل من الحراق او الحامي، وممكن لو انتي مش حابه مثلا السلطه تكون حراقه ممكن تستبدليه بفلفل رومي عادي جدا. بس الفلفل الحراق او الحامي دوت بيخلي طعمها احلى يعني واطعم. ومعايا برضو الخضرة بتاعتي، انا معايا شوية من البقدونس ومن الكزبرة ومن الشبت، يعني معايا 3 انواع. تمام، جبت الخيار معايا وقسمت الخيارية بالطول بالنص بالشكل ده، وبدأت ان انا اقطعها قطع كبيرة عشان تطلع معايا زي اللي بتتقدم في المطاعم بالظبط. لو حضرتك برضو مش حابة مثلا القطع بتاعتها تكون كبيرة، ممكن تقطعيها برضو صغيرة او زي ما حضرتك تحبي. بس انا عايزاها تطلع معايا بالظبط زي اللي بنشتريها من بره او زي اللي بتيجي مع المشويات او بتتقدم في المطاعم بالظبط. هبدأ ان انا اقطع معايا كل الخيار بالشكل ده، وهخلص كل كمية الخيار اللي معايا. انا معايا هنا 4 حبات من الخيار، ممكن حضرتك تعملي اي كمية من السلطة تحبيها، مش هتختلف خالص الطريقة. اهم حاجة يكون المكونات معانا زي ما انا جايبة بالظبط كده، يعني تكون مكونة من كل انواع الخضار دي. ممكن برضو لو حضرتك حابة تضيفي كابوتشا من اللي هي الحمراء او الكابوتشا البيضة برضو براحتك، يعني دي اضافة ممكن حضرتك لو حابة ان انت تضيفيها، بس هي اختيارية مش اساسية يعني. وزي ما قلت برضو ممكن حضرتك لو حابة تستبدلي الفلفل الحراق بالفلفل الرومي مفيش اي مشكلة، بس هو هيختلف في الطعم شوية لان الفلفل الحراق بيبقى له نكهة مميزة اكتر يعني، وبيديله كده طعم يعني مميز اكتر من الفلفل الرومي. هخلص معايا هنا كل الخيار اللي قطعته بالشكل ده، وبعد كده هبدأ ان انا اخد معايا الطماطم واقطعها. الطماطم ممكن تقطعيها باي شكل، انا هنا قطعت منها بالشكل كبير بس حسيتها ان هي هتبقى كبيرة معايا شوية، فقلت لا انا ممكن اقسمها على نصين. يعني مثلا انا السلايز اللي قطعته دوت قسمته على 2، عشان حسيته مثلا ان هو كبير شوية. لو الطماطم معايا هنا حجمها متوسط، لو انتي مستخدمة طماطم شيري او مستخدمة طماطم صغيرة هتكون افضل من كده بشوية. فهنا انا حبيت ان انا اصغر حجمها شوية عشان حسيتها هتبقى كبيرة قوي. ممكن تقطعيها برضو زي ما حضرتك تحبي، ممكن تقطعيها قطع صغيرة او تقطعيها زي ما انا مقطعاها، مفيش اي اختلاف خالص ولا في اي مشكلة. هو السر كله في التوابل اللي احنا هنحطها عليها، اللي هتخلي نكهة السلطة معانا زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. انما التقطيع زي ما حضرتك تحبي، بس انا حابة التقطيع بتاعها يكون زي اللي هي بنجيبها من بره بالظبط. هخلص معايا كل الطماطم اللي معايا. انا الكمية ديت مناسبة جدا ليا، ممكن حضرتك تعمليها بطماطميتين وخيارتين، او ممكن تعمليها حتى لو بطماطمية وخيارية مفيش اي مشكلة خالص. بس اهم حاجة برضو البصل ما ننساش، لازم يكون معانا بصل احمر. هبدأ برضو ان انا اخد معايا البصل واقطعه. برضو البصل بيتقطع بالشكل ده كده، بالشكل جوليان. ما ينفعش ان احنا نقطع البصل قطع صغيرة، لان البصل هو بالظبط يعني هو الحاجة المميزة في السلطة واللي بيديها نكهة اكتر من اي نوع خضار تاني مع التوابل بتاعتها، فبيدي شكل وبيدي طعم مميز كأنك بالظبط جايباها من بره. فاللي هيدوقها عندك ان شاء الله في عزومة او مثلا على سفرتك مش هيصدق ابدا ان انتي اللي عاملاها في البيت، بالذات لو قدمتيها جنب اي صنف مشويات. وكل اللي هيدوقها عندك انا متأكدة انها هتعجبه وهيسألك على طريقتها. البصل ممكن تقطعيه معايا بالطريقة دي او ممكن تقطعيه بالطريقة التانية، يعني ممكن تقطعيه بالطول او بالعرض، مفيش اي اختلاف خالص. اهم حاجة ان هو يكون متقطع معايا جوليان بالشكل ده. بعد كده هبدأ ان انا اخد معايا الخضرة بتاعتي، وابدأ ان انا اقطعها قطع صغيرة خالص، يعني هفرمها فرم صغير خالص. لو ممكن تفرميها في الكبة برضو مفيش اي مشكلة.
او ان انتي تفرميها فرم صغير خالص بالسكينة زي ما انا ما هعمل بالظبط. اهم حاجة تكون قطع صغيرة جدا. وبضيفها على السلطة بتاعتي. وبعد كده هاخد معايا اخر مكون معايا الفلفل. هنا معايا هبدأ ان انا اقطعه، بقطعه حلقان بالشكل ده، قطع صغيرة خالص. الجزء الكبير دوت بقسمه كده بالظبط علشان خاطر برضو يبقى معايا قطع صغيرة. ممكن برضو لو انت حابة مثلا تضيفيها حلقان او طرنشات مفيش اي مشكلة، بس انا عشان الفلفل اللي مستخدماه حجمه كبير شوية حسيتها هتبقى كبيرة، فقلت اقطعه كده قطع صغيرة. هنا انا خلصت كده كل تقطيع السلطة معايا. هبدأ بقى ان انا اضيف معايا التوابل بتاعتي. معايا هنا معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعايا برضو معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، وهضيف زيها برضو نص معلقة بس صغيرة من السماق، وده بيديها طعم ومزازة، بتخلي السلطة معانا فيها طعم جميل جدا. وبضيف معايا هنا معلقة صغيرة من الكزبرة، ودي بتديها نكهة مميزة، هي دي اللي بتخليها زي الجاهزة بالظبط. وهنا لزوم الشطشطة بضيف معايا معلقة صغيرة من الشطة. واخر حاجة بضيف معايا هنا معلقة صغيرة من الملح. في لقطة هنا معايا اتقطعت الكاميرا ما صورتهاش، قبل ما اضيف معايا هنا عصير طماطمية كنت ضايفة معايا عصير ليمونة وفصين توم مفرومين ناعمين. وبعد كده بضيف معايا اخر حاجة قبل المية، بضيف معايا هنا 3 مكعبات من التلج علشان خاطر انا عايزاها تكون معايا طعمها جميل، وتكون المية بتاعتها تكون ساقعة. وبضيف كوباية من المية الساقعة، ودي اخر حاجة بضيفها معايا. وببدأ بعد كده ان انا اقلب كل المكونات مع بعضها. انا عايزة السلطة تتجانس تماما مع التوابل بتاعتها علشان خاطر تاخد وتدي من الطعم بتاعها. هقلبهم كويس جدا مع بعض لغاية لما احس ان التوابل اتوزعت معايا كويس جدا على السلطة. تقليب مستمر كده لمدة دقيقتين. شايفين تجانس الالوان بتاعها؟ ما شاء الله شكلها جميل جدا وريحتها تحفة. انا كده خلصتها معايا، هسيبها بس بالظبط ساعة واحدة في التلاجة، وبعد كده برجع لها بعد ساعة. ببدأ ان انا اغرفها في البولات بتاعتي واقدمها كده جنب الاكل بتاعي. شكلها جميل وطعمها اجمل، اللهم بارك. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم وتقولي لي رايكم في الكومنتات. وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.